السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ بما ان الجو بدأ يبرد يبقى لازم نعمل شوربة العدس، سهلة واقتصادية ومليانة قيمة غذائية. النهاردة هعمل لكم شوربة العدس بطريقة جديدة غير اللي احنا متعودين عليها. ريحتها بقى ايه، هتجيب اخر الدنيا. يلا بينا نشوف المقادير. بس لو لسه ما اشتركتوش انزلوا حالا تحت الفيديو اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي جديد، وسيبوا كومنت تشجيع منكم ليا. ودلوقتي يلا بينا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في حلة على النار هنبدأ نحط كده معلقة من السمنة ومعلقة من الزيت، وهنبدأ نشوح الخضار. معايا 2 بصلة متوسطة متقطعين مكعبات، وهنشوحهم بالشكل ده. وهنزل عليه ب2 فص ثوم كبير وحبة فلفل، ممكن تحطي فلفل بارد أو حار على حسب رغبتك. هنشوحهم كلهم مع بعض لحد ما ريحتهم تطلع. وهبدأ احط معايا الجزر والبطاطس. انا معايا حبتين جزر وحباية بطاطس واحدة متوسطة. هنشوحهم كده مع بعض. وهنبدأ نحط اخر حاجة الطماطم. معايا حبايتين طماطم حلو يعني كبار، قطعناهم مكعبات كده وهنشوحهم كلهم مع بعض. واخر حاجة هحطها معايا العدس. معايا كوبايتين من العدس مغسول كويس قوي ومتصفي، هنحطه وهنشوحه مع الخضار بتاعنا. الخطوة دي بتفرق جدا في طعم العدس. ودلوقتي بقى هنحط المية بتاعتنا، مية مغلية. حطي مية بقى زي ما انت عايزة، غطي كل كمية العدس. هنغطيه وهنهدي النار خالص لحد ما يبدأ ايه ان هو يستوي معانا. هو كده استوى. هنبدأ بقى نفرمه. طبعا لو عندك هاند بلندر هتفرميه على طول، مفيش هتسيبي الخضار يبرد خالص وبعد كده هتضربيه في الخلاط. تمام، انا هضربه بقى كده وهصفيه وهرجع لكم. دلوقتي انا صفيت العدس وغسلت الحله، نفس الحله اللي عملنا فيها. حطيت فيها معلقه من السمنه ومعلقه من الزيت، وهحط نص كوبايه شعريه. هقلبها كده يا دوبك. اول ما تبدا تاخد لون هنزل عليها بفصين توم كبار لحد ما ريحتهم بس تطلع. مش لازم بس التوم يتحمر، يعني يا دوبك بس ريحته كده ايه تطلع. تمام، هبدا بقى انزل بالعدس بعد ما صفيناه. هنقلب العدس بقى كده كويس. هنقلب من تحت لفوق علشان الشعرية بتلزق في القاع وممكن تتحرق معانا. ودلوقتي هنحط البهارات. حطيت معلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة الناشفة ومعلقة من البابريكا ومعلقة ملح ومعلقتين من مرقة الدجاج. الملح بقى انت ظبطيه، يعني الملح حسب رغبتك انت. دوقيه كده لحد ما تلاقي الملح بتاعه مظبوط. خلاص كده تمام. يعني انا على الكمية دي حطيت كمان معلقة كبيرة ملح. تمام كده. هغطيه واسيبه على النار حوالي 10 دقايق يكون استوى. كده بقى جاهز معانا. انا بقدم معاه سلطه خضراء كده وعيش متحمص، بيبقى تحفه جدا. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، اتمنى بجد انكم تجربوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.